بيبدأ الفيلم بمجموعة من قوات الجيش في الغابة، وبنعرف إن البشر بقالهم سنتين بيحاربوا القرود، وبيظهر إن في مجموعة من القرود الخونة اللي بيتعاملوا مع البشر وبيساعدوهم إن هم يوصلوا لأماكن تجمع القرود في الغابة. وبيهجم الجيش على مجموعة من القرود، لكن القرود بتكون ذكية وبتستدرجهم لكمين محكم، وبتيجي مجموعة من القرود وبتهجم على الجنود وبتدور بينهم معركة شرسة، وبيقتل القرود كل الجنود اللي نفذوا الهجوم، ومش بيفضل منهم غير 4 جنود وبس والقرد الخاين اللي اسمه ريد، فبياخدهم القرود كأسرى حرب وبيروحوا بيهم لسيزر. فبيقول سيزر للجنود إن القرود عايزين يعيشوا في سلام، وإن اللي أشعل الحرب بينهم وبين البشر قرد اسمه كوبا ولكنه مات خلاص، وبيعرفهم إن هو بيحارب دلوقتي علشان يحمي القرود. وبيأمر واحد من القرود اسمه وينتر إن هو يحبس ريد في الغابة، وبعدها سيزر بيكتف ال4 جنود وبيركبهم على الخيول وبيبعتهم لقائد الكتيبة بتاعتهم. وبمجرد ما بيمشوا من المكان بيجي وينتر وبيقول لسيزر إن ريد ضرب وهرب، وبيجي بلو آيز ابن سيزر هو والقرد روكيت، وبيظهر إن بلو آيز وروكيت كانوا في رحلة لاكتشاف مكان تاني للقرود علشان يعيشوا فيه بعيد عن البشر. وبيروح بلو آيز وبيسلم على أمه وعلى كورني أخوه الصغير، وبعدها بيجتمع القرود وبيرسم لهم بلو آيز خريطة وبيعرفهم إن في مكان كويس ورا الجبل، وبيقول لهم إن هم هيقدروا يعيشوا هناك بسلام. وبالليل بيصحى سيزر من النوم وبيشوف أشعة ليزر قدامه وبيحس إن في حاجة غلط بتحصل، وبعدها بيكتشف إن الشلال نازل منه حبل، فبيستنتج إن القوات بتهجم على المكان علشان يسيطروا عليه. فبيطلب من ابنه إن هو يخلي باله من أمه وأخوه الصغير. وبعدها سيزر بيقابل القرد لوكا المسؤول عن حراسة المملكة وبيسألوا عن اللي بيحصل، وفي الوقت ده بيهجم القرد روكت على واحد من الجنود وبيقتله. فبيسمعوا سيزر ولوكا وبيروحوا له، وهناك بيسمعوا في اللاسلكي بتاع الجندي واحد من القوات وهو بيقول إن تم قتل القرد المطلوب قتله. فبيقلق سيزر وبيجري بسرعة على مكان أولاده ومراته، وبيتفاجئ إن العقيد قتل مراته وابنه، وبيظهر إن العقيد كان فاكر إن بلو آيز يبقى هو سيزر، فبيضرب العقيد نار على سيزر علشان يقتله، لكن سيزر بيتحرك بسرعة وبيتفادى الرصاص. وبعدها بيجري سيزر وبيمسك في الحبل اللي العقيد متعلق فيه، وبتتحرك الطيارة بالعقيد وسيزر وهم ماسكين في الحبل. فبيحاول سيزر إن هو يوصل للعقيد علشان يقتله، لكن العقيد بيطلع سكينة وبيقطع الحبل وبيقع سيزر في البحر. وبيطلع سيزر من البحر وبيدور على ابنه الصغير لحد ما بيلاقيه مستخبي وخايف، وبمجرد ما كورني بيشوف أبوه بيجري عليه وبيحضنه. وتاني يوم سيزر بيأمر القرود كلها إن هم يتحركوا للناحية التانية من الجبل علشان يستقروا في المكان اللي قال لهم عليه ابنه بلو آيز. وبيسلم سيزر ابنه كورني لخطيبة ابنه بلو آيز اللي اسمها لايك، وبيطلب منها تاخد بالها من كورني لحد ما هو يرجع. وبيكون سيزر في الوقت ده ناوي على الانتقام من العقيد، فبيتحرك في الطريق ناحية معسكر البشر، وبيروح وراه روكيت ولوكا وموريس وبيعرفوه ان هم ممكن يساعدوه وبيطلبوا منه الانضمام ليه في رحلته. فبيوافق سيزر وبيتحركوا كلهم في طريقهم للمعسكر، وبيقول لوكا لسيزر ان القرود رصدوا مكان بيتجمع فيه عدد من الجنود من وقت للتاني، فبيروحوا بسرعة على هناك وبيلاقوا واحد من الجنود، وبمجرد ما سيزر بيشوفه بيقتله، وبيدخل هو واللي معاه جوه المكان علشان يدوروا على اي جنود مستخبين ويقتلوهم. وبيتفاجئوا لما بيلاقوا بنت صغيرة اسمها نوفا وهي خايفة ومرعوبة، فبيقرب منها موريس وبيديها العروسة بتاعتها بهدوء. وبيكتشف موريس إن نوفا مش بتقدر تتكلم، وبيطلب من سيزر إن هم ياخدوها معاهم، وده لأن هي لو فضلت لوحدها في المكان ده هتموت. فبيوافق سيزر وبياخدوها معاهم وبيكملوا في طريقهم، وبعدها بيوصلوا لمكان المعسكر وبيتفاجئوا إن وينتر موجود في المعسكر وبيشتغل مع البشر، فبيتسللوا للمعسكر وبيدخلوا على وينتر المكان اللي هو بيشتغل فيه. وبمجرد ما وينتر بيشوفهم بيخاف منهم، وبيقول لسيزر إن القرد ريد خدعه وفهمه إن هو لو سابه يهرب هيخلي العقيد يسيبه يعيش ومش هيموته زي باقي القرود، وعلشان كده وينتر خدع سيزر وفهمه ان ريد ضربه وهرب منه. وبيحكي وينتر ان العقيد طلب من وينتر ان هو يعرفه مكان سيزر، فبيقول له سيزر ان مراته وابنه ماتوا بسببه، وبيسأله سيزر عن مكان العقيد، فبيقول له ان هو مشي مع مجموعة من الجنود. وبيقول وينتر ان العقيد والجنود رايحين لمكان عند الحدود، وأثناء ما هما بيتكلموا بيعدي 2 من الجنود من قدام الخيمة اللي هما فيها، وبيحاول وينتر إن هو ينده عليهم علشان ينقذوه من سيزر واللي معاه، لكن سيزر بيمسكه وبيكتم صوته لحد ما الجنود يمشوا. وبعدها بيتفاجئ سيزر إن وينتر مات في إيده. وتاني يوم موريس بيصحي سيزر من النوم وبيقول له إن في مجموعة من الجنود بيتحركوا من المعسكر، فبيجري سيزر واللي معاه ورا الجنود علشان يعرفوا هما رايحين فين. وبيتفاجئوا إن الجنود بيقفوا في مكان معين وبيضربوا نار، وبعد ما الجنود بيمشوا بيقرب سيزر وأصحابه من مكان ضرب النار، وبيتفاجئوا ب3 أشخاص مغطيهم الجليد. ولما بيكشف سيزر وشهم بيلاقي واحد منهم على وشك الموت،
فبيسألوا سيزر إيه اللي حصل له، لكنه بيتفاجئ إن الجندي ده أخرس وبيفضل ينازع لحد ما بيموت. وبعدها بيطلعوا كلهم فوق برج علشان يشوفوا الجنود اتحركوا في أي اتجاه، وبيتفاجئ لوكا بحد بيسرق الحصان وبيجري بيه. فبينزلوا بسرعة من فوق البرج وبيجروا وراه وبيفضلوا يطاردوه لحد ما بيحصروه جوه مكان معين، وهناك بيكتشفوا إن هو قرد زيهم واسمه باد. وبمجرد ما باد بيشوف نوفا بيقلع الجاكيت بتاعه وبيديهولها علشان تلبسه ويدفيها من البرد، وبيعتذر لهم باد عن سرقة الحصان، وبيقول لهم إن هو كان فاكرهم بشر لما لقى نوفا معاهم. وبالليل كلهم بيقعدوا سوا وبيحكي لهم باد إن هو كان عايش في حديقة الحيوان، وبيكون باد فرحان لأن هو لقى قرود زيه وهيتعامل معاهم وهيبقوا أصحاب. وبيجيب لهم أكل كتير وبيحطه لهم، وبيلاحظ سيزر إن أكياس الأكل مكتوب عليها إن هي تخص مكان تبع الحجر الصحي على الحدود. فبيسأل سيزر باد هو جاب الأكل ده منين، فبيقول له باد إن هو لما هرب من حديقة الحيوان فضل يدور على الأكل لحد ما لقى مكان محبوس فيه بشر كتير، لكن البشر دول كانوا مصابين بفيروس والجيش كان بيخلص عليهم علشان العدوى ما تتنقلش لحد غيرهم. فبيستنتج سيزر إن المكان ده معسكر تبع الجيش وإن هو ده المكان اللي هيكون موجود فيه العقيد دلوقتي. فبيطلب من باد إن هو يوديهم على المعسكر ده، لكن باد بيرفض وبيكون خايف يروح للمعسكر بسبب اللي شافه هناك. وبيتحجج باد إن الجليد كثيف جدا وهم مش هيعرفوا يوصلوا للمعسكر. وبالليل بيتكلم باد مع سيزر وبيعرفه إن ابنه ومراته ماتوا. فبيتأثر باد وبيقول لسيزر إن هو عنده ابن موجود في المعسكر، وبيقول باد لسيزر إن هو هيوريه مكان المعسكر في مقابل إن هو يلاقي ابنه ويرجعه له. فبيوافق سيزر وتاني يوم كلهم بيتحركوا في طريقهم ناحية المعسكر، وبمجرد ما بيوصلوا لمكان قريب من المعسكر بيهجم عليهم اتنين من قوات الاستطلاع، لكن لوكا وروكوت بيسيطروا عليهم وبيموتوهم. وبعدها بيكتشفوا إن لوكا اتصاب أثناء القتال وبيموت. وهنا بيتضايق موريس وروكوت وبيطلبوا من سيزر إن هو يحط حد للي بيحصل ده، وبيحاولوا يقنعوه إن هو يتخلى عن فكرة الانتقام ويرجع معاهم لباقي القرود. لكن سيزر بيصمم على اللي في دماغه وبيطلب منهم يرجعوا للقبيلة، وبيقول لهم إن دي معركته هو لوحده وهو اللي هيخلصها بنفسه. وبالليل بيوصل سيزر للمعسكر وبيتصدم لما بيلاقي المعسكر عبارة عن سجن كبير وموجود فيه كل القرود اللي من قبيلته، وبيكون في قرود مربوطين في أوتاد خشب وبيظهر إن هم اتعذبوا لحد ما ماتوا. وبيكتشف سيزر إن في واحد منهم على وشك الموت، فبيفكوا سيزر بسرعة وبيسألوا إيه اللي حصل لهم. فبيقول له القرد ده إن العقيد والقوات بتاعته عرفوا مكانهم وهجموا عليهم وأسروهم كلهم وجابوهم على المعسكر. وفجأة بيجي القرد اللي اسمه ريد وبيضرب سيزر وبيفقدوا الوعي. وبعد شوية وقت بيفوق سيزر وبيلاقي نفسه متكتف بسلاسل والعقيد قدامه. فبيقول له سيزر إن هو جاي علشان ينتقم منه لأن هو قتل عيلته. فبيقول له العقيد إن هو حظه حلو لأنه في اليوم ده كان عايز يقتله هو، ما كانش عايز يقتل عيلته. وبيأمر العقيد القرد ريد إن هو ياخد سيزر ويحبسه. وفي طريقه للحبس سيزر بيلاقي القرود الصغيرة محبوسين في قفص لوحدهم وبيكون معاهم ابنه كورني، وبعدها بيرمي ريد جوه القفص مع باقي القرود. وتاني يوم بتتجمع القوات وبيدخل مجموعة من القرود الخونة للقفص وبياخدوا كل القرود علشان يشتغلوا في نقل الحجرة والخشب. وبيكتشف هنا سيزر إن العقيد بيبني جدار كبير، وبيعرف من القرد لايك إن الجنود مش بيأكلوهم ولا بيشربوهم. وأثناء ما هم بيتكلموا بيقع واحد من القرود من كتر التعب، فبيأمر العقيد القرد ريد إن هو يجلد القرد ده. فبيقف سيزر وبيزعق لريد وبيمنعه يضرب القرد، وهنا كل القرود بتمتنع عن العمل. فبياخدوا ريد وبيروح بيه للعقيد وبيتجلد سيزر بدل القرد الضعيف اللي وقع الحجر. وبعدها بيطلب العقيد من سيزر إن هو يأمر القرود تكمل شغلها. فبيقول له سيزر إن القرود لازم تاكل وتشرب الأول. فبيطلع العقيد مسدسه وبيضرب القرد الضعيف بالنار وبيموته. وبعدها بيحط المسدس على دماغ سيزر وبيهدده بالقتل لو ما أمرش القرود إنهم يشتغلوا. فبتشيل القرد لايك الحجر علشان تكمل شغل، وبقية القرود بيعملوا زيها وبيكملوا شغل علشان العقيد ما يقتلش سيزر. وفي نفس الوقت ده بيكون موريس واللي معاه بيراقبوا كل اللي بيحصل من مكان عالي قريب من المعسكر. وبالليل بيروح ريد لسيزر وبيفكه وبياخده وبيروح بيه لمكتب العقيد، وهناك العقيد بيطلب من سيزر إن هو يأمر القرود ترجع للشغل وإلا هو هيقتل كل يوم واحد منهم. فبيقول له سيزر إن هو ما عندوش رحمة، وبيعرفه إن القرود لازم ياكلوا ويشربوا علشان يقوموا بالشغل اللي هو عايزه. فبيقول العقيد لسيزر إن هو آخر واحد يتكلم عن الرحمة. فبيقول له سيزر إن هو أظهر له الرحمة لما بعت له الجنود بتاعته، لكن في المقابل هو قتل عيلته. فبيحكي له العقيد إن ابنه كان جندي في الجيش
وإن هو اتصاب بالفيروس وبقى أخرس. ووقتها اكتشف العقيد إن الفيروس مش بيقتل البشر ولكن بيفقدهم كل حاجة بتميزهم عن الحيوانات زي النطق والتفكير، وده معناه إن الكوكب هيبقى ملك للقرود اللي بقوا أذكى وأقوى من البشر. فقرر وقتها العقيد إن هو يقتل ابنه وقتل معاه أي حد اتصاب بالعدوى زيه. لكن رؤساء العقيد في الجيش ما عجبهمش اللي هو عمله وطلبوا منه إن هو يوقف قتل في البشر، لكنه رفض تعليماتهم. وعرف وقتها إن هما بيجهزوا قوة كبيرة علشان يحاربوه وهو حاليا بيستعد ليهم. وفي الوقت ده موريس وروكي بيفكروا في طريقة علشان يدخلوا بيها للمعسكر، وأثناء ما هما بيتكلموا بات بيقع في حفرة، وبيتضح إن الحفرة دي بتوصل لنفق سري تحت المعسكر. وتاني يوم العقيد بيأمر بتوزيع الأكل والشرب على القرود، وبينفذ القرود الخاينين أوامر العقيد وبيرموا الأكل للقرود المساجين علشان يشتغلوا، وفي نفس الوقت بيمنع الأكل والشرب عن سيزر. وبالليل نوفا بتدخل للمعسكر وبتدي سيزر أكل وشرب، وبيصعب عليها جدا وبتديله اللعبة بتاعتها. وبيلاحظ سيزر إن في جنود جايين عليهم، فبيطلب من نوفا إن هي تهرب وتستخبى، وبيحاول إن هو يشغل الجنود. وبعدها ريد بياخد روكيت وبيقبض عليه وبيحطه في القفص مع باقي القرود. وتاني يوم بيروح العقيد لسيزر علشان يشوفه مات من قلة الأكل ولا لسه، ولما بيلاقيه لسه عايش بيأمر الجنود إن هم يخلوه يشتغل زي باقي القرود لكن في مكان لوحده وبعيد عنهم. وبيشوف العقيد اللعبة بتاعت نوفا وبياخدها معاه على مكتبه، وأثناء ما القرود بيشتغلوا روكيت بيعد الخطوات لكل قفص، وبيبدأوا يعدوا الخطوات علشان يحفروا تحت قفص القرود الصغيرة ويهربوهم. وأثناء ما هم بيحفروا بيتفاجئوا إن في تسريب مية بيحصل وبيكون النفق هيغرق، فبيقفلوا المنطقة اللي هم بيحفروا فيها. وبالليل بيفكروا في خطة بديلة وبيستفزوا جندي من الحراسة وبيرموا عليه مخلفاتهم، فبيتعصب الجندي ده وبينزل لهم وبيفتح القفص وبيدخل عليهم علشان يعاقبهم. وبيستدرجوا روكيت لحد ما بيقف عند الحفرة وبيسحبوا موريس جوه الحفرة وبيخلص عليه. وبعدها موريس بيدي روكيت مفاتيح الأقفاص والبندقية بتاعة الجندي، وبيروح روكيت وبيحرر سيزر من زنزانته. وبعدها بيروح لقفص القرود الصغيرة وهناك سيزر بيدور على ابنه كورني، وبمجرد ما كورني بيشوف أبوه بيجري عليه وبيحضنه. وبعدها بياخدوا القرود الصغيرين وبيهربوهم من الحفرة اللي موجودة في قفص الكبار، وبيروح روكيت وبيحرر سيزر من زنزانته. وبعدها بيروح لقفص القرود الصغيرة وهناك سيزر بيدور على ابنه كورني، وبمجرد ما كورني بيشوف أبوه بيجري عليه وبيحضنه. وبعدها بياخدوا القرود الصغيرين وبيهربوهم من الحفرة اللي موجودة في قفص الكبار، وبيخرج كل القرود من الحفرة وبيهربوا من النفق. ولكن بيصمم سيزر إن هو ينتقم من العقيد وبيرفض إن هو يهرب مع باقي القرود. وبيطلع النهار وبيبدأ الهجوم الجوي من طيارات الجيش على المعسكر، وده علشان يقضوا على العقيد وكل الجنود اللي معاه لأن هو رفض تنفيذ الأوامر وبيقتل في البشر المصابين بالفيروس. وبيستغل سيزر الفرصة دي وبيروح على مكتب العقيد علشان يقتله، لكنه لما بيوصل بيتفاجئ إن العقيد حالته صعبة وما بيتكلمش، فبيمسك سيزر المسدس علشان يقتله. لكنه بيشوف اللعبة بتاعت نوفا فبيستنتج إن العقيد اتصاب بالفيروس لما مسك اللعبة وبقى أخرس هو كمان. فبيحاول سيزر إن هو يقتل العقيد لكنه مش بيقدر، فبيترجى العقيد إن هو يقتله، لكن سيزر بيحط له المسدس جنبه فبيمسك العقيد المسدس وبيموت نفسه. وبيخرج سيزر من مكتب العقيد لكنه بيشوف الجنود وهم بيضربوا نار على القرود وهم بيهربوا، فبياخد مجموعة من القنابل وبيروح ناحيتهم علشان يفجرهم ويحمي القرود منهم. لكن بيظهر له واحد من الجنود وبيضربه بسهم في بطنه، فبيقع سيزر على الأرض وبيكون الجندي على وشك إن هو يضربه بالسهم التاني ويموته. لكن ريد بيكون شايف كل اللي بيحصل ده وضميره بيصحى، فبيضرب الجندي بقنبلة وبيفجره قبل ما يقتل سيزر. وبيشوف واحد من الجنود وبيضربه بالنار في دماغه، وبعدها بيوجه الجندي مسدسه على سيزر وبيضرب عليه نار علشان يقتله هو كمان. لكن سيزر بيتحرك بسرعة وبيمسك قنبلة وبيفجرها في خزان من خزانات الوقود، وبيحصل انفجار شديد جدا وبيتحول المعسكر لكتلة من النار. فبيجري سيزر علشان يروح للقرود، وفي نفس الوقت بتوصل القوات البرية وبتقتحم المعسكر. لكن فجأة بيحصل انهيار جليدي وبيموت جيش البشر كله تحت الجليد، فبتجري القرود بسرعة وبتطلع على الشجر علشان ما يموتوش. وسيزر بيتسلق شجرة عالية وبيفضل ماسك فيها لحد ما الانهيار الجليدي بيخلص. وبعدها سيزر بيبص حواليه وبيشوف القرود على الأشجار، وبيبدأ سيزر والقرود رحلتهم للوادي اللي ورا الجبل علشان يبدأوا حياة جديدة في مكان بعيد جدا عن البشر. وهناك موريس بيلاحظ إصابة سيزر وبيكتشف إن سيزر نزف دم كتير جدا، فبيخاف موريس على سيزر وبيحاول إن هو يساعده بأي طريقة. لكن سيزر بيقوله إن دي لحظاته الأخيرة، وبيقوله إن هو مبسوط جدا إن القرود لقوا مكان تاني يعملوا فيه مملكة جديدة، وبيقوله إن القرود هيكونوا أقوياء سواء بيه أو من غيره.
وبيوصيه على ابنه كورني وبيقول له يخلي باله منه، فبيقول له موريس إن كورني هيعرف مين هو أبوه وعمل إيه لمملكة القرود ودايما هيكون فخور بيه. وبيخلص الجزء الثالث من الفيلم.